بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعلمكم ازاي تقفلوا ايميلات الفيسبوك. هنا هنفتح الفيسبوك وهنجيب ايميل الضحية مثلا ده. اول حاجة الاول هنعمل ايميل جديد وهنعمل تاريخ الميلاد وصورة شخصية وصورة الغلاف والعمر والبلد، زي ما هو عامل زي ما الضحية عامل. ده هنعمله في الميل الجديد زي ده مثلا. عندي ايميل الضحية اهو. هنقوم عاملين ايميل جديد من ياهو وفيسبوك. ولما نخش على الفيسبوك في الايميل الجديد نقوم عاملين مثلا زي تاريخ الميلاد عنده في الضحية. مثلا ولد في 3 نوفمبر 1975. نعملها برضو في الايميل الجديد، ولد في 3 نوفمبر 1975. ونقوم حاطين في الايميل الجديد صورة الشخصية بتاعة الضحية وصورة الغلاف بتاع الضحية والبلد. ولازما أهم حاجة يكون بينكم صديق مشترك، على الأقل واحد، عشان الإيميل يتقفل. بعد ما عملنا إيميل جديد نخش منه ونخش على نفس الإيميل اللي احنا هنقفله. نقوم عاملين بقى إن بلاد دي بعد ما تعمل من الإيميل الجديد وتروح بقى على إيميل الضحية من الإيميل الجديد اللي أنت عملت نفس المواصفات بتاعته ونفس تاريخ الميلاد ونفس كل حاجة. تقوم رايح بقى تقوم عامل إبلاغ وإبلاغ عن هذا الحساب. يعني هنا أهو إبلاغ عن هذا الحساب، متابعة. وبعدين تدعي هذا اليوميات إنها أنا أو شخص أعرفه. وبعدين متابعة. ثم بعد ذلك تم التك على كلمة أنا. بعدين متابعة. ثم بعد ذلك تتك على تقديم فيسبوك للمراجعة. 100%. تقديم فيسبوك للمراجعة. التعامل بطيء أهو. وبعدين تم. تشوف بعد 5 دقايق بالظبط وتقوم التك بعد 5 دقايق بالظبط أو بعد دقيقتين تقوم التك على ريفريش للصفحة. هتلاقي الإيميل بسلام اتقفل. بس لازم وبرضه هقولها تاني، لازم تعمل ايميل جديد بنفس الاسم الضحية بنفس صورة الشخصية بتاعته بنفس صورة الغلاف بنفس البلد بنفس تاريخ الميلاد. لا، ولازم أهم حاجة يكون بينكوا صديق مشترك. وبعد ما تعمل الإيميل الجديد تقوم داخل على الإيميل الضحية اللي أنت عملت كل المواصفات بتاعته وتقوم عامل إبلاغ بالطريقة اللي احنا عملناها دلوقتي. وبعد دقيقتين بالظبط تعمل تحديث للصفحة على الفيسبوك وبعدها يتقفل على طول. أتمنى لكم إن يكون شرح مفيد وسهل. مع أطيب التمنيات بالتوفيق. كان معكم عبد الله المتولي.